السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ اهلا بيكم. انا النهارده بصور فلوج. طب هتقولي ليه قاعد بتصور فلوج؟ هقول لك لان انا بقالي فتره ليست بالقصيره، يعني فتره اسابيع اذا ما كانتش شهر او اكتر. بقول انا عايز ارجع اصور كونتنت، تمام، وكل شويه اتحجج بحاجه. بس المفروض كده حاجه خلصت. الحاجه الوحيده اللي ناقصه هي ان انا اخد اكشن، ان انا ارجع اصور فيديوهات للقناه. فانا مش عارف اخد اكشن لاسباب كتيره، هي ان في حاجات كتير اتغيرت حواليا، وان يعني وقتي للكونتنت ده بقى اضيق. فانا بحاول ارجع باي حاجه، تمام. هتقول لي ايه ده اللي اتغير؟ اقول لك والله من الحاجات اللي أنا كنت بتحجج بيها هي ان انا مثلا معيش مايك. فاكرين كنت بصور مايك بويا بسلك كده؟ لو حد فيكم بيتابع يعني، انا مش عارف ان ده هينزل على الانستجرام، مش عارف انزله على اليوتيوب ولا لا. بس يعني الاودينس هنا غير الاودينس هنا، في ناس بتتابعني عشان البرمجه، في ناس بتتابعني عشان طبيخ، دي ديفرنت اودينسز يعني. المهم بغض النظر ان انا اول حاجه ما كانش معايا مايك، او المايك بتاعي كان مطلع عيني. حتى مثلا اخر كام فيديو بشوفهم بالمايك ده بلاقي ان فيهم حتت صمت، المايك فصل فيهم في النص. فكنت بتحجج بمايك، فزي ما انتم شايفين انا لابس مايك، تمام. جبت المايك الهولي لاند اللارج ام 2، وقمه السعاده بالمايك والله. استخدمته اكتر من مره في اكتر من حاجه، قمه السعاده بالموضوع ده. يعني انا حاليا مثلا موصله على التليفون، تمام، ولابسه وبتكلم بكل اريحيه، صوتي واضح والدنيا بص قمه الجمال. يعني انا مبسوط وانا قاعد دلوقتي كده، تمام. وعليه ستيكرز كيوت كده جاي معايا. تاني حاجه بستخدمه مع اللابتوب ويوصل مع اللابتوب والدنيا 100 فل و10. تاني حاجه هتلاحظ ان انا يعني بحرك ايدي كده والكاميرا في ارتفاع مناسب. ليه ارتفاع مناسب؟ ان انا كمان اشتريت ترايبود مكتبيه كده صغيره بتقف على المكتب عشان اعرف اصور بيها. فانا دلوقتي حاطط التليفون او بروبت اب التليفون على الترايبود دي عشان اعرف اشتغل. ودي تقريبا كانت الحاجات اللي ناقصاني، والحمد لله جبتها بقى لي فتره، وعمال اقول يلا يا اياد يلا يا اياد نرجع نصور. مش عارف ارجع اصور ليه، لان انا كنت حاطط لنفسي زي ستاندرد عالي جدا في التصوير بصراحه. او انا كنت شايف ان انا بصور بستاندرد كويس، اللي هو ان انا بصور باضاءه كويسه، بصور في سيت اب معين، محتاج شاشه تانية جنبي، محتاج مش عارف ايه. كنت بحاول اطلع فيديو يعني ايه بكواليتي عاليه. بس للاسف يعني مع الشغل، تمام، مع ان انا بقيت راجل شغال دلوقتي، وبقيت عندي مسؤوليات وعندي حاجات تانية. يعني الوقت ما بقاش متاح لكل ده. فانا بحاول ان انا انجز الدنيا، بحاول ان انا اشوف ممكن اعمل ايه عشان فعلا اسرع الموضوع على قد ما اقدر، او ان انا اقدر اطلع كنت على قد ما اقدر. فالنهارده هاخدكم معايا في داي ان لايف، في حياه داي ان لايف، يعني داي ان لايف اوف اياد الشريف، اللي هو انا يعني. هنشوف النهارده احنا بنعمل ايه. النهارده عندنا ايه؟ احنا النهارده بنوضب البيت عشان البيت هيتقفل وهنسافر القاهره عشان عندنا شغل اول الاسبوع بقى وكده. ف ليتس جو. هتقولي يا والله البيت ناقصه ايه؟ والله البيت ناقصه حاجات كتير. محتاجين نوضب المطبخ شويه، ده يعتبر متوضب لحد ما يعني. بس عندك مثلا الحوض فيه شويه حاجات، عندك الرخامه عايزه تتنضف، عندك الزباله عايزه تنزل، عندك الارضيه عايزه تتكنس بس مش هنكنسها طبعا يعني. عندك الصاله عايزه تتلم. هتقولي يا انت ليه ناشر هدومك على الكنبه؟ هقول لك لان انا خايف انشرها بره في البلكونه فالدنيا تشتي عليها فيرجعوا يتبلوا تاني، فننشرهم هنا انضف، او يعني اضمن لحد ما نجيب منشر داخلي، تمام. ودي الشنطة اللي محتاجة تتوضب عشان نسافر، تمام. شنطتي التانية هناك اهي، عندك حاجة اللاب، عندك تابلت، عندك الشاحن، عندك يعني كمية حاجات كتيرة محتاجة تتوضب قبل ما نسافر، تمام. وطبعا يعني ده ايه، ده غير منظري. يعني عايز نشوف كده منظري، هل انا منظري باين عشان انا ماسك الترايبود بس فمش عارف اشوف، تمام. منظري برده مش الطف حاجة، لسه محتاجين ايه ناخد شاور نسرح وبتاع. فهنشوف الكلام ده هيرسى على ايه في الاخر يعني. طيب وصلنا فين؟ الدنيا اترتبت، عايزة تتمسح بس مش مشكلة، تمام. الحوض نظيف، البوتاجاز منه لله اتمسح، تمام. تقول لي ايه الحاجات دي؟ ايه هقول لك دي حاجات بتنشف، تمام. الزبالة اتاخدت هتنزل معانا بره. لو رحنا بصينا كده بره لاحظ ان الزبالة في انتظارنا اهي. الشنطة دي اترتبت، الشنطة دي اترتبت، الغسيل لسه ما نشفش للاسف، فاحنا مضطرين نسيبه هنا. هيعمل ديكور لذيذ كده للعفاريت اللي عايشه معانا في الشقه، تمام. بقيه الحياه هنا كلها تمام. غيرنا لبسنا اوتفيت جديد، تمام. والكوفيه دي عشان ايتاي تتميز بموقع ممتاز جدا وسط مراكز محافظه البحيره العزيزه يعني. ان هي ايه، ان هي في الشتاء تمام، برد تلج شتاء، تمام، وحر سلق فخاد صيفا. فانا هنزل دلوقتي الجو لا يحتمل تحت، فاحنا مضطرين نلبس كل حاجه موجوده معانا واحنا نازلين. فيلا بينا. طيب احنا كده نزلنا قفلنا الباب، تمام. مش عايز اقول لك انا في انتظار حاجه نركبها لان انا مش متوقع الاقي حاجه اركبها. تقول لي ليه يا ده انت متاخر قوي كده؟ اقول لك لا انا بدري قوي كده. لحظه بس كده، الساعه كام يا كابتن؟ الساعه 4:15، تمام. فلان القطر الساعه 5 الا تلت، فاحنا تمام غالبا هنتمشى لحد المحطه.
الطريق الى المحطه. الحمد لله انها مواصله. تمام. نوصل بقى المحطه ونشوف الكلام عليه. لو بصينا على الجانب الآخر من كورنيش إيتاي البارود الحبيبة هتلاقي محطة إيتاي البارود، محطة قطار إيتاي البارود. تمام. القطر اللي أنا جاي مستنيه المفروض إن هو إيه على وصول. تمام. ده لو بصينا على الجانب الآخر، وهنا عندنا ترعة إيتاي البارود الحبيبة اللي إحنا عملنا عليها كورنيش إيتاي البارود. طبعا يعني مش عايز أقول لكم إن الكورنيش ده من الناحية دي وكمان من الناحية التانية، بس إيه الكوبري يعني يعاقب المنظر، بس إحنا عندنا كورنيش زي جميع البلاد المتحضرة التانية يعني. وصلنا المحطة بسلام في انتظار القطر اللي المفروض يجي من هنا، أو ممكن يغفلنا ويجي من الناحية التانية من هنا، يعني بتاخد مزاجات أحيانا يعني. تمام. جبنا فطار ومية وعصير. تمام. الناس اللي هناك دي اللي شايفينها دي رصيف اسكندرية، مستنيين قطر اسكندرية اللي هو بيجي كده. تمام. واحنا على رصيف القاهرة رايحين عكسه. تعرف منين إن احنا أول الأسبوع؟ لما تلاقي قطر في ميعاد زي ده الساعة 4:30 أو 5:45 تلاقي كمية الناس دي كلها عليه. تمام. من بقى إيه؟ عساكر، ضباط، صف ضباط، طلبة، موظفين، كله مستني القطر. تمام. فقلت لي شباك تذاكر هناك اهو، ليه ما رحتش شباك تذاكر؟ هقول لك ان انا مش مستجد في موضوع القطر ده، واكيد حاجه تذكره من بدري يعني، عشان من ناحيه ما بقاش انا اصلا يعني ايه بنزل قبل القطر ب10 دقايق واجي ادور على تذكره. ده نمره واحد. نمره اتنين عشان الاقي كرسي، عشان انت ممكن تروح تحجز دلوقتي وسط الايه الهلومه اللي هناك دي، مش عارف شايفينها ولا لا، اللي هي الهلومه اللي هناك دي خالص. تمام. وما تلاقيش كرسي اصلا. ف يعني ايه ورك سمارت نوت هارد. في بس نقطتين كده بس ايه حابب اتكلم فيهم، اللي هم ايه اللي هو يعني الناس صاحيه على ملا وشها، او اكشلي مش صاحيه، الناس لسه نايمه. في ناس نايمه قدامي على الارض وعلى الكراسي وعلى البنشات وفي كل حته. تمام. والعبد لله بيفلوج حاجه يعني قمه العبث. ده نمره واحد. نمره اتنين نسيت. طب لحظه كده هفتكر وارجع لكم. افتكرت نمرة اتنين هي ان شفت انا لابس جاكيت ولابس هودي ولابس المايك اللذيذ بتاعي ولابس كوفيه ومش عارف ايه. تمام. بس اللي مدفيني ولا واحد من دول، اللي مدفيني هو كميه الحرق اللي انا بحرقهم في اخر 10 دقايق قبل ما انزل. انا بجد مفيش مره حبيت ان انا انزل او اسافر فيها عربيه، قطر، صبح، بالليل، فجر، كليه، شغل، مرقعه، ايا كان، غير وحرقت كميه توتر بنت وسخه. تمام. بتفضل مدفياني لحد ما اقعد استريح في القطر. الحمد لله يعني. الحمد لله. انا حاليا ممكن اخلع الجاكيت والكوفيه، وعارف انت يعني هتلاقيني بشع حراره تدفي الايه الرصيف ده كله. المفروض ان الاشاره فتحت معناها ان في قطر يجي، فاحنا شايفين نور هناك، بس النور ده يعني ايه متعرفلوش هو فين، هو بعيد، هو قريب. ادينا مستنيين. انا بجد كل ما اطلع الكاميرا عشان اصور حاجه ببقى عايز اقول باين ما بعرفش فلوج، باين عليا اني ما بعرفش فلوج، باين اني اول مره اطلع فلوج. بس يعني ايه عادي. وايه يعني لما نشوف اخرتها. تم قطر. يلا يلا اما نشوف اخرتها. طبعا مش محتاج اقول ان انا نمت السكه كلها. تمام. انا يا دوب والله عارف انت قريت كتاب شويه كده، بعدين يعني جيت اكمل لقيت نفسي بنام واحده بواحده كده، فلا لا لا رحت قافل ونايم. ما صحيتش غير لما وصلنا القاهره. يلا. تمام. نطلع نجري مع الناس اللي بتجري دي ونوصل السكن، نحط الحاجه في الفريزر، عشان ده السبب اللي انا مسكت عشانه بدري اصلا، هو ان انا معايا حاجات عايز تحط في الفريزر فعايز احطها قبل ما اروح الشغل، عشان كده طالع بدري فقط لا غير. فهنروح نحط الحاجه في الفريزر، ناخد شاور، نعمل شعري بتاع، ونطلع على الشغل. اجري 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 ولا ما اجريش، مش منظرهم ما يسرش بصراحه يعني. كل الناس دي فاكس نستنى اللي بعده. ادينا في المترو. تمام. وقاعدين على محطه، يعني انا بركب من الشهداء العتبه قاعد الحمد لله يعني. وبعد كده من العتبه بدل الخط الثالث لحد الكيت كات. اتمنى تكونوا سامعيني عشان نفسي مش سامع نفسي يعني. بس اتمنى المايك يكون جايبني يعني. خير خير. انا حاليا باخد الديتور اللي بيحول من الخط مش فاكر الكام للخط الثالث بغض النظر يعني عن الشهداء خط كام. تمام.
بس اون سايد نوت يعني كنت عايز اقول ان لو في تيست واحد ممكن نتستته للمايك ده ونقول ان هو مايك كويس او مش كويس، فهو التيست اللي انا كنت فيه من شويه ده. لو انت بتبقى في المترو، المترو اصلا يعني لما بيعدي في الانفاق بتاعته بيعمل زي وش كده وضغط هواء جامد، انت ما بتبقاش سامع اللي جنبك او سامع نفسك. لو احنا عارفين ان بعدين بنتكلم نضطر ان احنا نسكت شويه عشان ايه، لحد ما نعدي الحته دي. فلا المايك كان جايب صوتي وجايب الدنيا عادي جدا يعني. انا لبست السماعه بعدها وحبيت اسمع الفيديو عشان اشوف لو هيبان منه اي حاجه يعني، لقيته كله باين. لقيت ان المايك لاقط كلام انا نفسي ما كنتش لاقط. ف يعني انا اي وود ادفوكت في المايك ده جدا يعني. ده نمره واحد. نمره اتنين، هبدا بقى انزل المترو واخد هوت تيكس من الناس. تمام، امسك كده اطلع المايك التاني، امسك اي حد كده اقول له واتس يور هوت تيك، يقول لي يا ابني بطل عبط يا ابني، روح بيتنا. روح واخد بعض ايه او جرجر ازيال الهزيمه وروح بيتنا فعلا. فاحنا المفروض بننزل انهي سلم بقى عشان كل مره ننزل السلم الغلط. آه اللي بيودي على الكيت كات مين فيهم؟ جامعة القاهرة. امبابة. امبابة عدلي منصور، ايه العبط ده يا جماعة؟ انا عكس عدلي منصور. جمال عبد الناصر اتجاه عدلي منصور، كده زي ما انت. اه استنى معلش تعالى. جمال عبد الناصر العكس كده كده. الحمد لله ما تهناش اول مره دي. ما تهناش اول مره دي بس يعني غير ان احنا ما تهناش كنا هنتوه ناس تانية معانا بقى يعني. مش بس هتوه انا، لا ده انا هتوه واتوه ناس معايا. ما شاء الله عليا. بس الحمد لله لقينا السلم الصح. والان ننتظر الساعه 7 ودقيقه والساعه 7 ونص. المهم يعني ان في قطر المفروض جاي، الله اعلم جاي امتى بس هو جاي. مسيره جاي. نقوم بقى عشان لسه هشيل الشنطه. بسم الله. هيا بينا يا ولاد، بينا جميعا. نايس كورنر. لقينا نفسنا كورنر فاضي. نعمل كده و... كده ممكن انبه حطينا الحاجه ايه تمام. وصلنا محطة الكيت كات وتبدأ الآن رحلة الإيه؟ المشي للمنزل. حد يعرف اسمها الكيت كات ليه باي ذا واي؟ يعني اسمها الكيت كات بس يعني ليه؟ ليه الكيت كات؟ أو ما هي دليل مدلول الكيت كات عند المصريين من زمان يعني؟ إيه علاقة الكيت كات بينا كمصريين؟ بعد ما خرجنا من المحطة أحب أعرفكم على كلاسيك دايلاما بتحصل لنا على طول، اللي هي إيه؟ اللي أنا متعود إن أنا دايما بطلع من هناك أو بدخل من هناك، السلم اللي هناك ده أو الناحية التانية هناك. أنا حاليا طلعت من هنا، تمام؟ فأنا حاليا فقدت كل إحساسي بالاتجاهات، أنا مش عارف أنا فين. هو مش عارف المفروض امشي بأنهي اتجاه. انا خدت مثلا 5 دقايق كده استوعب انا باجي منين وامشي منين عشان اعرف ان انا المفروض امشي في هذا الاتجاه. فيلا بينا. بس يعني ايه، عشان بس اديكوا سنس عن مدى ايه، مدى احساسي بالاماكن والاتجاهات اللي انا فيها. مفيش سكه ودغري، مفيش اي احساس. تمام يعني انا لو معيش مابس فانا مش هوصل. تمام، انا لو انا استثمرت في الساعه اللي انا لابسها دي عشان بس بتفتح لي مابس وانا ماشي، فده هيكون واحده من احسن الاستثمارات اللي انا استثمرتها في نفسي بصراحه. يلا بينا. عمال اجيب لكم شطات للشارع يمين وشمال عشان تعرفوا ان انا مأجر في حته بنت ناس ومش مسترخص بنفسي. تمام. يعني مثلا فور ستارترز في شجر. تمام، ده يعني في ظل الاوضاع الحاليه يعني ممكن مبرر كافي للايجار اللي انا بدفعه. تمام، لكن غير كده لا، الشارع لذيذ، مكان لذيذ. 10 دقايق من الشغل. ف الحمد لله يعني احنا حقيقة وصلنا على ايه اول شيء. للاسف مش عارف هو الزوطه بيعمل ايه. تمام، بياخد لنا صوره. المهم يعني للاسف مفيش حاجه بتقلب الكاميرا الناحيه الثانيه في ابلكيشن الكاميرا بتاعي. والا كنت وريتكم يعني ايه احد اهم اعلام الشارع بتاعنا. تمام، اللي انا من غيره تقريبا ما بعرفش البيت. وده حصل ان انا كنت مره جاي اوبر وتهت، ما عرفتش البيت فين. الا وهو ايه؟ الا وهو مخبز طيبه والشجره اللي عليها الليدات اللي قدامه. انا من غير الحاجتين دول ما بعرفش مكان بيت. الله بسم الله. تك اتنين تقريبا مفيش حد في البيت. تعالى كده نجيب الشنطه. بسم الله. and what do you know، الحاجة المجمدة ما زالت مجمدة، فنقدر نحطها في الفريزر. يعني الخطة تمت بنجاح. thumbs up. اوكي mistakes were made. تمام، ويتم الآن مواجهة عواقب أفعالي. فيعني we won't talk about that much يعني. فاحنا الآن متجهين إلى أول الشارع عشان نركب ونروح الشغل. تمام إن شاء الله مش هنتأخر.
يلا بينا يلا بينا يلا بينا. طبعا نظرا لمهارات اتخاذ القرار الفشيخه الخاصه بيا يعني، في حاجات كتير ما لحقتش اعملها، بس اللي هيتعملوا ان انا اظبط شعري لحد ما شويه، وبعد كده اظبط شويه باين عليه ان هو فيه الروح. غيرنا الجاكيت، تمام، بس الجاكيت الاخضر ليه؟ لان هو الطقم ده بتاع الجاكيت ده، انما الجاكيت التاني ده بس عشان كنت جايبيه ما كانش معايا غيره. ف يلا بينا. اور كاريج از كامينج. نشاور له، نشاور له يلا بينا. الحمد لله وصلنا، تمام. ومن ستر ربنا على الواحد ان الاتوبيس كان مليان، ما قدرش يمارس يعني هوايته المفضله عليا، اللي هو انه يشوف يقعد متاخر ويروح يقف يحمل مده اطول من مده السكه اصلا. يعني مثلا لو سكت 10 دقائق هو يشوفني متاخر يروح واقف ثلث ساعه يحمل، تمام. وكل ما يلاقي فرصه ان هو يحمل يروح واقف يحمل فيه، ومحدش بيركب بس هو بيقف يحمل برضه. ليه؟ عشان متاخر، فازاي ما ناخرش قد اكتر، وهكذا. ونحن الان في الشغل للاسف، يعني كنت اصور وانا بدخل وانا في الاسانسير وبتاع، بس للاسف كان في ناس. يعني يكفي ان انتوا تشوفوني انا واقف قدام البلكونه، هتقولي ليه مش في البلكونه؟ هقول لكم الدنيا ساقعه فشخ، الدنيا تلج، هواء مش طاير بني ادمين، فهنضطر نقف نتفرج على البلكونه من ورا الازاز، تمام. وبعد كده نروح نرازي في احمد اللي قاعد في الاوضه اللي جنبنا. ازيك يا احمد؟ شغال على ايه؟ والله شغال على عبث عبث. تحب تقول ايه للكاميرا بمناسبه السنه الجديده، عشان ده اول يوم شغل ليا في السنه الجديده؟ والله انت يا بختك. انا ما جبتش في السنه اللي فاتت. شكرا على المداخله الجميله يا استاذ احمد. نشوفك في يوم تاني. ومعانا مداخله كمان من الاستاذ احمد. نقول الو. استنى. لا هو ايه اللي استنى؟ الكاميرا اتفتحت تخلص، الشمس بتروح مني. والله انا كنت عايز اقول حاجه مهمه، الا وهي ان انت ما تاخدش اي قرار في حياتك عموما. يعني لو قرار تافه خده عادي، مش هتفرق، مش هتاثر على البشريه، مش هتاثر على حياتك المستقبليه ولا حياتك الجايه. تمام. قرار مهم زي مثلا ان انت هتتجوز، زي مثلا ان انت هتطلق، زي مثلا ان انت هتاخد قرض. ربنا يبعدك عن الحاجات دي عموما، بس ما تاخدش اي قرار من بدك مهم. عن الجواز. ايه؟ لا لا، عن القروض عشان دي ربا. تمام. ما تاخدش اي قرار في حياتك عموما مهم غير لما تسأل اكتر من حد. والحد ده يكون غير ابوك، غير قرايبك. تسأل حد شاف التجربة، وتسأل حد ما يعرفكش اصلا. ليه ما يعرفكش؟ لان هو مش هيحس ناحية اياد باي مشاعر. لما يجي يقول لك يا اياد انت هتغرق، يبقى يقول لك يا اياد انت هتغرق، مش هيفرق مع اياد. تسأل ناس من الشارع تجربتهم عاملة ازاي، تروح تقول واحد والله انا هتجوز، اعمل ايه، هينصحك. فالحاجات دي مهمة جدا، ان انت تاخد بعض بنسجل دلوقتي، تاخد بعض اراء الناس عشان ده هيفيدك قدام. طيب مثلا عندي سؤال صغير، بس سؤال صغير، خلي المايك معاك بس. انا سايبك يوم الثلاث اللي فات ولا الاربع اللي فات كويس، انت ايه اللي حصل في الاجازه؟ حكيم. ايه اللي حصل؟ عدت سنة. هو انت بقى عندك كام سنه دلوقتي؟ 25. اه صح، ما انت ما تعرفش وانا ما قلتلكش. هو الانسان لما يكمل 25 سنه نمو دماغه بيكتمل. انا عندي 26 دلوقتي. ما انا بقول لك، ما انت خلاص بقى، فانت ايوه. نمو دماغك اكتمل فطلعت الكلام ده كله. عقبال بقيت. ولا هنقصها في المونتاج. بس. تمام. لا بس الحكمه باين عليك عقبال ما اوصل هناك حبيبي. يعني. تمام. سلام. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا سقعان مفيش بعد كده يعني، تمام. وقله النوم مع السقعه صعبه جدا يعني، فانا قررت ان انا اعمل اي حاجه هيعملها اي بني ادم عاقل، اللي هي ان انا اخد لانش بريك مستحق طبعا يعني، تمام، برعايه ابو انس. ومعانا كيس توميتو برشوطه، تمام، شيبسي بالتوميتو برشوطه، تمام. وناكل. جايبين النهارده فتت تومية، فتت تومية، فتت شاورما فراخ، تمام. وحاطين بدل المخلل حاطين تومية سبايسي، وده اوبشن رائع جدا عند عند ميسيو بوينس يعني. فناكل ونرجع نستمر في الجرايند بتاعنا.
مش عارف انا باين عليا ولا لا، بس انا شغال بقالي كتير، انا شغال بقالي حوالي 7 ساعات كده، تمام. من ضمنهم ساعة الغدا يعني وكده، بس شغال بقالي 7 ساعات يعني. يعني مش عارف برضه باين عليا ولا لا، بس انا خلاص بدأت افيص. تمام. بدأت استسهل، بدأت اخلي الاي اي يحل لي كل، عارف انت، بدأت اللي هو ايه، لا مش حاجات انا اكتبها ولا حاجات الاي اي يكتبها، لا كله يخلص، وعايزين ننجز، عايزين نخلص النهارده، عايزين نروح. تمام. عايز انام، عايز انام جامد قوي. انا عايز انام من ساعة ما حطيت رجلي هنا. تمام. يوم السفر بيبقى يوم صعب يا شباب، بس يعني ايه، للأسف مضطرين نتعامل يعني. وبس كده النهارده، شكرا ليك ايها اللابتوب، نراك غدا ان شاء الله يعني. تمام. انا بسيب اللابتوب في الشركه، انا بسيب اللابتوب في الشركه ليه؟ لان هو مش هيروح في حته، مش هيطلع له رجلين ويجري يعني. تمام. وعشان ما افضلش شايله رايح جاي رايح جاي، واللابتوب مش خفيف برضه. تمام. فبس كده، كده اليوم خلص. هنعمل ايه تاني؟ مش هنعمل، هناخد بعضنا وننزل نجيب حاجه مسكره ونروح البيت. سي يو. الدور الارضي. تمام. ده الارضي، ده الارضي. وده بعد يوم عمل يعني طويل، مرهق، وسفر، وتطبيق، قلة نوم، قلة أكل، قلة أدب، قلة كل حاجة بصراحة. يلا بينا، يلا نروح كده، إيه، نتخمد عشان نعيد اليوم بكرة إن شاء الله. يلا. حاجة تانية برضو ممكن نتكلم فيها، هي فكرة الفلوجينج بشكل عام يعني انت عايز اقول لك ان ايه اصعب حاجه في الفلوج ده؟ يعني اصعب حاجه فيه ولا كانت التصوير ولا كانت الكلام. يعني عايز اقول لك المايك اصلا، ستيل المايك لذيذ جدا. هو انت تحط الريسيفر في التليفون لابس المايك، عن المايك فين؟ بخاف عليه والله، بفتكر احيانا ان هو مش موجود. تمام. بعد ما تعمل كده، بتبتدي تصور. تمام. ابلكيشن المايك على التليفون بيديك امكانيه ان المايك واصل، بس مش قافل السماعه. يعني انا مثلا لو جالي اتصال، لو في حاجه بتعمل صوت، ممكن اسمعها عادي جدا. غير كده يعني ايه، السماعات موجوده. تمام. اصعب حاجه في عمليه التصوير دي كلها هو يعني انك تتقبل فكره انك شكلك كرنج وانت ماسك التليفون وبتكلمه. تمام. وانك عمال تشاور على الاشياء وتشاور على الناس وعمال تكلم نفسك. دي اصعب حاجه في الموضوع، ان انت تبقى واقف في المترو او راكب المواصلات او وعمال تكلم نفسك. دي ممكن تبقى ايه، اصعب واغرب فكره في الموضوع. لكن غير كده سيت اب البتاع سهل جدا. يا الهي يا الهي يا الهي يا الهي. تمام. عدينا، ما متناش. تمام. عادي جدا. تسيب المايك سهل جدا، المايك كويس جدا، لاقط صوتي في كل حالاته. تمام. التليفون كده كده مش مستني منه كتير، هو كتر خيره ان هو يعني عرفت ايه، جايب السيلويت بتاعي، مش حتى مش هقول لك ملامحي، جايب حاجه شبهي. ده كفايه بالنسبه لي يعني، لحد ما نجيب اكشن كاميرا ولا نجيب جو برو ولا حاجه كده يعني. لكن غير كده هو فعلا فعلا اصعب حاجه في الموضوع انك تستحمل نفسك وانت بتتكلم مع نفسك، ونظرات الناس والحاجات دي كلها. قراب يا ريس. ماشي، السلام عليكم. ايه، بسم الله. دير جوز. تمام. يلا بينا احنا كده عشان ايه، نروح بيتنا. بسم الله. ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. مش هنعمل، المفروض نخلص اليوم، فعايزين نقفل اليوم بقى كده ونتكل على الله. وعايز اوريكم برضو الايه، المونيومنت، العلامه اللي انا بعلم بيها بيتنا، بعلم بيها الشقه يعني. احد المونيومنتس الثانيه اللي في الشارع عندنا عنتر الكبابجي، مطعم جميل جدا، اسعاره حلوه جدا. تمام. وقريب من البيت، يعني عارف انت اللي انت ممكن تكون في اسوأ حالاتك تنزل تضرب لك يعني وجبه شيش من هنا يعني، وتروح حالتك احسن بكتير. احنا وصلنا، بس اول حاجه عملناها ان احنا جبنا ايه، حاجات حلوه من تحت عشان قبل ما نطلع. تاني حاجه وصلنا عند البيت، هو ده الايه، الفرن اللي كنت بقول لكم عليه، وهي دي الشجره الايه، شجره الكريسماس اللي معلنا تحت البيت عندنا من ساعه ما انا جيت. تمام. وده كوافير لمسات، مع انه حلاق بس اسمه على نفسه كوافير لمسات لسبب ما يعني، مع انه حلاق رجالي فيري كلير يعني. والى هنا ياتي ايه، ختام الرحله الجميله اللي احنا عمالين ماشيين فيها من اول اليوم دي. تمام. وهنقفل عند البوابه، واشوفكم في فلوج اخر او محتوى من ابو بجد بقى ان شاء الله يعني المره الجايه. ومع السلامه.